بيع العقارات المصرية بالدولار. الدولة بتحاول بطرق كتير إنها تلاقي حل لمشكلة نقص الدولار، وهنا تم طرح مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار. في آخر مجلس الوزراء تم عرض مقترح بيع الوحدات العقارية بالدولار عن طريق مجموعة المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص. وشدد رئيس الوزراء على أن مقترح تصدير العقار المصري للخارج يعتبر من المصادر المهمة للنقد الأجنبي، وتم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية اللي هيتم بيعها بالدولار للمصريين بالخارج أو الأجانب. وتم التأكيد إن المبادرة هتحقق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، وده طبعاً هيساعد على زيادة الدولار وهيعمل انتعاشة في القطاع العقاري. ووجه رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة، وده للتمهيد للإعلان عنها. والمهندس طارق بهاء خبير التنمية والتطوير العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية قال في تصريحات صحفية إن المبادرة بتعكس اهتمام الحكومة الفترة الجاية وكمان لترويج حالة التنمية والنهضة العمرانية اللي شهدتها مصر في ال9 سنين اللي فاتوا، لأن اللي اتحقق يستحق الدعم والترويج له. وأضاف إن المبادرة هتمثل اختلاف في شكل ونوعية المنتج العقاري الموجود في مصر من المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والمنتجات العقارية اللي زي دي عليها حالة طلب عالمية، وكان التحدي هو التسويق والترويج للمدن اللي زي دي والمنتجات العقارية للخارج. ووضح إن من الناحية الاقتصادية هيكون انعكاس المبادرة إيجابي وقوي، لأن في رغبة قوية لشراء العقارات من الأجانب والمصريين اللي في الخارج، وكمان فكرة شراء العقارات بالدولار والتسهيلات اللي هتوفرها الحكومة ونسب الخصم، وهتخلي العميل اللي في الخارج مصري أو أجنبي إنه يشتري بالدولار، وده هيعزز حصيلة النقد الأجنبي الدولارية اللي هتدخل الاقتصاد المصري الفترة الجاية. واختتم كلامه بأن انتعاش القطاع العقاري هيوفر انتعاشة وحالة من التشغيل العقاري لحوالي 95 صناعة وقطاع تاني زي التشييد والبناء. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.